محافظة الفيوم احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا بجميع المراحل التعليمية. يقوم الأزهر الشريف بدعم وتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا وتشجيعهم على مواصلة التفوق. من هنا جاء احتفال المنطقة الأزهرية بالفيوم لتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا بجميع المراحل التعليمية بحضور فضيلة الشيخ محمود حسنين رئيس المنطقة الأزهرية بالفيوم وقيادات الأزهر بالمحافظة وعدد كبير من الأهالي والطلاب. النهارده بنحتفل بأبنائنا الطلاب للشهادات العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات. بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت محافظة الفيوم على أكثر من مركز على مستوى الجمهورية. بالنسبة للشهادة الابتدائية 37 طالب حصلوا على 100%، ودي يعني نتيجة مشرفة جدا لمحافظة الفيوم. وبالنسبة للشهادة الإعدادية حصل 7 طلاب في الفصل الدراسي الثاني على 100%. وعندنا الأول في الشهادة الثانوية الشعبة الإسلامية على مستوى الجمهورية. عندنا طبعا في شهادات القراءات ناس حققوا نجاح باهر على مستوى الجمهورية، وده تفوق لمحافظة الفيوم كلها. بالنسبة لأبنائنا الطلاب بنقول لهم حافظوا على هذا التفوق، حافظوا على مكانكم في المستقبل. بفضل الله يوم حافل في تاريخ محافظة الفيوم خاصة في الأزهر الشريف. احتفلنا يعني بأكثر من 100 طالب وطالبة في مختلف المراحل الشهادات. من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. جينا النهارده نشكرهم ونقول لهم يعني مزيد من التقدم والتفوق، وكمان شكرنا أولياء أمورهم وشكرنا كمان العاملين فيها لأنهم السبب في أن يصل هؤلاء الطلاب إلى ما وصلوا إليه. طبعا فرحة عارمة بتسعد وتملأ قلبي وقلب كل طالب وتلميذ اتكرم النهارده، وطبعا اولياء الامور والمدرسين والمعلمين والنظار المعاهد. الف مبروك للجميع، وربنا يديم علينا التفوق كل عام يا رب كده مجتمعين باذن الله. بنكرم متفوقين اكثر واكثر باذن الله. مستويات اخذ مراكز على مستوى الجمهوريه. احنا عندنا 38 واحد في الشهاده الابتدائيه، ولما اقول 38 واحد اول على مستوى الجمهوريه حاصل على 650 معناه كده ان هو حافظ القران كاملا، لان الامتحان القران الكريم بيجي في الماضي والحاضر. فبسم الله ما شاء الله عندي من الحفظه العديد من التلاميذ. عندنا الحمد لله في محافظة الفيوم إدارة منطقة الفيوم الأزهرية حصل 5 على أوائل الجمهورية على مستوى الجمهورية، وأكثر من مركز على مستوى المحافظة. نحمد الله. لديكم عندنا الحمد لله 400 أطباء مهندسين مدرسين دكاترة مستشارين بيدرسوا في معهد القراءات، وهذا حاجة تشرفنا، والحمد لله في اهتمام من المشيخة بمعاهد القراءات. هذا وقد عبرت قيادات الأزهر في كلماتهم عن أهمية حفظ القرآن الكريم وأهمية التفوق علميا لبناء مصر المستقبل. وفي نهاية الاحتفال تم منح شهادات التقدير لحفظة القرآن والمتفوقين علميا. نظمت كلية الخدمة الاجتماعية